فجأة دلوقتي انت مش عارفاها. هتروحي السنة الجاية شغل وهتطلق وهرزقك هناك وهتقعدي في المدينة المنورة يا رب. وفي اجازة من الاجازات بتاعت المدرسة اقعد في المدينة. ايه، ما انا بقعد في المدينة بقى في الحرم النبوي كل جمعة. انا عايزة اعمل حاجة جديدة. طبيعي لما يبقى عندي اسبوع ولا 10 ايام طبيعي هطير على مكة. اقعد لك في اوتيل، يعني طبعا اقل من المتواضع لان كان ساعتها معيش فلوس. وتقريبا احنا كنا 10 في الاوضه ولا ايه؟ لا احنا كنا 5. واحده ست كبيره بتقول لي ابنها ما يعرفش انها هنا وخايفه تقول له وما فيش حد بعت لها فلوس. المهم اتلككت عشان اسيب معاها فلوس. قلت لها بقول لك ايه، الفلوس دي احجز لنا بيها، احجز لنا بيها. قالت لي انا بدور على سكن تاني او فندق تاني يكون برضو ايه افضل مكانا من هنا، بس عشان المكان ده ما كانش لطيف قوي ويكون برضو رخيص. قلت لها بصي انا هسيب معاكي فلوس ويا ستي يبقي ساعتها احجزي، ولما ابنك يبعت لك يبقى اديني فلوس مش مشكله. خلاص. طبعا انا سايبه فلوس عشان ايه؟ عشانها وبرده عشاني. قلت لها طب دي بقى ايه ليا وليكي. وفي بالي بصراحه اني بعد كده اقول لها ايه خلاص الفلوس ولا يهمك مفيش حاجه. تمام. اتاري يا ربي، اتاري اللي انا بديه ده، مش انتي بتحاولي تحسني؟ دايما ربنا احسانه اعلى مننا دايما. اتاري ايه؟ اتاريني بدفع اتاريني بحجز لنفسي مش ليها. ابقى انا في رجعت المدينه بكمل شغلي عادي، وهي هنا في مكه عماله يا حبيبتي تدور على مكان رخيص. ربنا سخرها لي الست دي اقسم بالله. يبقى الواحد فاكر نفسه ان هو اللي بيعمل الحاجه الخير، اتاريها هي عماله بتعمل لي انا مش ليها. عماله بتدور على سكن قريب من الحرم ويبقى برضه رخيص. تبعت لي تقول لي يا عبله انا لقيت مكان كذا 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 ودفعت الفلوس اللي انت قلتي لي عليها وانا قعدت هناك اهو. قلت لها بس حلو قوي. قالت لي والله وهديكي الفلوس ومش. قلت لها ولا يهمك ولا يهمك ما تشغليش بالك، ما ان شاء الله مقضيه. اتاري ايه اللي حصل بعدها؟ ما فيش باسبوع قالت لي عبله انا مشيت من السكن ده وسبت فلوسك حجزت لك بيها المكان ومشيت انا. الست دي عملت ايه؟ ربنا بعتها لي تعمل ايه؟ هي اللي تدور لي، انا ما تعبتش يا طنط. شكرا ليكي والله، انت ربنا سخرك ليا. انا اتعب وافضل ادور على مكان، ربنا سخرك ليا تبعت تدوري لي ولما انزل مكه اجي على هنا على طول اسكن على طول وتبقي حجزتي لي كمان. يا سبحان الله، وما جزاء الاحسان الا الاحسان.